بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بەڕێزان خۆشەویستان زۆر خۆشحاڵ و شادومانم بە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست دەگەینەوە لە زنجیرەیەشتر لە زنجیرەکانی الكتاب المختصر في علوم القرآن الكريم. لا درس رابردوو باسی بابەتێکی زۆر گرنگمان کرد، ئەویش فەضائل القرآن الكريم، گەورەی قورآانی پیرۆز، گەورەی خوێندنەوەی خۆ فێرکردن و خەڵک فێرکردن و وەلەبەرکردنی قورآن و پابەندبوون بەو بەشە و یان بەو پشکەی کە لە قورآانی پیرۆز لەبەرتە دەستی پێوە بگری ئاگداری بی بە بۆ ئەوەی کەوا لەبیرت نەستەوە. ئێستا لەوانەی ئەوڕۆ دەچینە خزمەت بابەتێشتر تفاضل القرآن وفضائل بعض السور والآيات. واتا تفاضل القرآن يعني هندك تفاضل لبابي مفاضلة، يعني قوري هندك آية السورة القرآن لقال هندك، وفضائل بعض السور والآيات واتا قوري هندي لو سورة آيتاني كوا بدقي فرمودي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم باسكراوا. دفرمي اختلف أهل العلم هل في القرآن شيء أفضل من شيء. زانان رأي جیاواز یان هەیە دەفەرموێ ئایا قورآانی پیرۆز هەندێکیان لە هەندێکیان گەورەترە لە ڕووی پلە و ڕێز و گەورەیی. فذهب عدد منهم إلى المنع، کۆمەڵێک لە زانایان پێیان وایە نەخێر، هەموو قورآن یەک ئاستا هیچی لە هیچی گەورەتر نییە لۆ، لأن الجميع كلام الله، چکە هەمووی کەلامی خوای گەورەیە. ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. اگر برين دري لبوي خلق قواتي نقا بلين او سورة او آية قورتنا لو آيتي يعني لو سورتي خلق قواتي بقام كوا او يتر او نعب لو باي وريزي نية. وذهب آخرون إلى التفضيل كومال يشتل زانايان بيانواي بلين هندك آية قرآن هندك سورة قرآن قورتلو ريز دارترا لهندشتر ببلغي لظواهر الحديث، ببلغي تندين فرمودي رون أشكرا كأو من لبو رون دكنوا كوات ليرا أوي كزور جرينجا دو رامان هي، يعني زاري واي مثلا دلي هل في القرآن شيء أفضل من شيء أو بسيارة. طبعا بسيارة كوا دو راي زانان لسلا راي يكم دلي فذهب عدد منهم إلى المنع، بل أوان بيانوانية هنديشي قرآن لهنديشي قورتنا لو باساو عذر برين بيانو يكيان أوي هو كاركي لبر أوي، لأن الجميع كلام الله لبر أوي هموي كلامي خواي قولي كلامي خواش هموي قوريو هموي ريزدارو هموي خاون بلو بايا وخالد وانبوي نابي برين هنديشي قرآن لهنديشي قورتنا نوك خلق واتبقى لئلا يوهم التفضيل تفضيل نقص المفضل عليه. نوك خلق واتبقى كوا كدرين هندش قوريا او كيتر او شأنو بلو بايني او اهمالي بكو فراموش بكا. او الرأي يكم الرأي دوام دفرمي كالرأي دوام بلين الرأي بسندو بهيزا. وذهب آخرون إلى التفضيل، بلي هندك آية القرآن لهندك قورتر لقل او بيمان وايا همو قرآن كلامي خوايا هموشي ريز دارا هموشي قوريا، بلام هندك آية خواي قوري سبحانه وتعالى يعني بيغمبري وخلو ماني رنكرت وصلى الله عليه وسلم كقورتنا ببلغي لي ظواهر الحديث، ببلغي تندير فرمودي رونو آشكرا كدرباري أو بابتاناتيا لدوائي دباسي دكي. لأن التفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة والكثرتها. خو أما كدرين أو آية أو سورة قورتنا ما بس ما بي أوي بو معناني كوا بالمعاني العجيبة وكثرتها، لا من حيث الصفات نقل الروي صفات للروي أوي كوا معناه كان بابتي زور قرن تري لخو قرتوا بابتي زور قرن شي تدايا وزور دوباره دكريتوا وانوها
خەڵک برین لە ژیانی ڕۆژانی خەڵک باشتر و چاکتر بەکاردێ وەکو ئاەت الکورسی وەکو سوورەتی فاتحە هەمیشە و بەردەوام دەخوێندرێتەوە فالقورآن كله كلام الله ئەجینە هەموو قورآانی پیرۆز کەلامی خوای گەورەیە معجز في بەیانی هەمووی معجزەیە لە ڕوون و ڕاشکاوی محكم في معانيه معناەکانی هەمووی محكمة قال القرطبي وهذا هو الحق إمام قرطبي دەفەرمێ ئەو ڕایە ڕای پەسەند و ڕاست و تەواوە کەواتە ئەو دوو ڕایە هەیە وەچی گوتمان ئاگادار بە ئەوانەی کە دەرین وانە کیچی لە هیچی گەورەتر نییە بەڵگەیان چییە و ئەوانەی کە دەرین بەڵێ هەیە بەڵگەکەیان ئەوەیە لی ظەواهری الحەدیث لە بە بەڵگەی فەرموودە ڕوون و ئاشکراکان. ئێستا دەینە فەضائیل بعضی السور گەورەی هەندێ لە سوورەتەکان. طبعا گەورەترینی سوورەتەکانی قورآن کە قورآنی پێ 114 سوورەتە گەورەترینی سوورەتەکان لەعنی لە هەمووان گەورەتر سوورەتی فاتحەیە. بەڵگەمان چییە؟ عن أبي سعيد المعلى أبي سعيد كري معلى دفرموه رضاي خوي لسربي كنت أصلي في المسجد لمزقوت نجب كل خدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيبه بيغمبر بانجي كردم والله من نداية فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي أم لنا نجد أبو فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي خواي يقول نيفرموا أي باور داران والله مي خواو بيغمبري خوا بدن وكاتيك بانك عندكن طبعا وديارا بيج أو كاتيك وا قصة كردن لنا ونوجه أو كاتبوا أجناتك كصحابة كان دلين مثلا تاي نويش فرض كردن قسم على جيك تدكت لدوايدا خواهي يقول أمري بيكردين بالسكوت إن الله أمرنا بالسكوت كفرمي وقوموا لله قانتين بيش أو خدوة ثم قال لي لباشان بيغمبري خوا بي فرموم بي وتم لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن أي أبو سعيد بوي بانقب كردي دموي قولتريني سورة كاني قرآن بيبلي قبل أن تخرج من المسجد برلوي لو مزقفتي بتسيدري ثم أخذ بيدي في غمر دستي قرتم فلما أراد أن يخرج كاتي كويستي بستدر ولا مزقفت قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أديب من نفرمو قولترين سورة القرآن بيداليم قال في غمر إخوة فرمي بالي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته بالي الحمد لله سورة الحمد لله رب العالمين السبع المثاني أو سورتي كحفظ آية مثاني بمعنى أويدي يعني مدح الثناء تدايا مدح خواي قوري تدايا بس الخواي قوري ده هل داري مثاني بمعنى دوبارة بنوج دي عندك لزان داري مثاني وات الدوبارة دبتوزون وكو بردوام لسورة إلى قرنوج دا دخوين دري والقرآن العظيم الذي أوتيته وبشي زور قرنج لقرآني بيروس خواي قوري ببني بخشيوا كبيغمبر كاني تر نبخش راوا أم فرموديج إمام بخاري برحمتي خواي لسربي جراويتي دوام لو سورة الجوراني قرآني بيروس سورتي البقرة وآل عمران هدو سورة كاني بقرة وآل عمران وكو لو فرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي أمامي باهلي دفرمي جيم لبيغمبري خوابو دي فرمو اقرأوا القرآن ايوا قرآن بيروز بخوي النوا فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي قرآن بقشتخي النوي بتقرأي همو قرآن بيروز لروجي قيامته أزرو باداشتكي أو قرآن بيروز دبيت تكاكار لبو أو كسي كوا قرنجي بيداوا أو كسي خويندويتي أو كسي لقى القرآن دابوا عند بيغمر فرموي اقرأوا الزهراوي دوغولكي قرآن بخوي النوا البقرة وسورة آل عمران كبريتي لسورة بقرة سورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان اتنك سورة بقرة وآل عمران هدو تشيان بيك ولا روجي قيامته لبو خاونكي أوي
ئەو دوو سوورەتەی لەبەربی ئەوەی ئەو دوو سوورەتەی زۆر خۆش بوێ ئەوەی زۆری بخوێنتەوە کە ئەنەهما غەمامەتان وەکو هەورێکی سپی تەنک ئاوا لە ڕۆژی قیامەتە لەسەر سەری ئەو ئینسانی دەوەستن سێبەری لێ دەکەن لە تیشتی گەرمای ئەو ڕۆژە تەنگ و ناخۆش و گەرما دەیپارێزن ئەو کە ئەنەهما غەیایەتانی الغەیایەت كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالصحابة غەیایە هەر شتێک ئەوەکو تەمومژی پێدەرێت لەسەر سەری ئینسان بی وەکو هەورێک وەکو شتێک ئەوە پێی دەوترێ غەیایە بەڵێ عند پێغەمبەری خوا فەرمی ئەو کە ئەنەهما فێرقانی من طير صواف يا سورة بقرة لقى سورة آل عمران أو دو سورة وكو دو بولتير بولتير دبين أوها لقى يكتر زود الرشوية لا أقبيني أوها يعني السيبل لسعردي دكان أوها وكو دو بولتير يعني دو تسيني زور لتير وكو رشوية وكو أوها أوها لسصري إنسانكي دوستن صوافة أوها لأسمان دوستن سيبل لسر خاوانا كيدا كان تحاجان عن أصحابهما دفاع دكان پارێزگاری دەکەن لە خاوەنەکەی واتە شەفاعەت و تکاکاریان لە بۆ دەکەن ئەو تەیرانە ئاوا لە سەریان دەبن اقرأوا سورة البقرة ئەی مسلمانان بەتایبەت سوورەتی بەقەرە بخوێننەوە فإن أخذها بركة هەر کەسێک سوورەتی بەقەرەی لەبەربی ئەوە بەرەکەتە لە بۆ ژیانی لە بۆ خودی خۆی لە بۆ ناوماڵی لە بۆ بەرەکەتی ماڵ بۆیە ئینسان هەمیشە و بەردەوام بۆ خۆی بخوێنتەوە لە ماڵی بیخینتەوە ئەگەر بەگوێگرتنیش بی دەبێتە مای بەرەکەتی ناوماڵ وتەرکەها حەسرەتون وواسێنان لە سوورەتی بەقەرە مای پەشیمانیە لە ڕۆژی دوایی ولا تستطيعوها البطلة ساحیرەکان بەتەڵە لێرە مەقسەدی پێ ساحیرە ساحیرەکان ناتوانن سحر لە هیچ کەسێک بکەن کاتێک کە ئەو کەسە سوورەتی بەقەرەی لەگەڵ دابێ ئەو فەرمودەی ئیمامی موسلیم ڕیوایەتی کردی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای گەورەی لەسەر بێ سێم لەو سوورەتە پیرۆز و گەورانەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم باسی کردو سوورەتی الكهف سوورەتی كهف عن البراء بن عازب وكو براء كري عازب دفرمي قال كان رجل يقرأ سورة الكهف دفرمي بياويك لأصحاب بيغمبر صلى الله عليه وسلم سورة كهف دخوين وإلى جانبه حصان مربوط بشطانين دفرمي لتنشت يوا أسبك بستي أسبك بستبوا بشطانين واتبدود زلوي زود تم بستابيوا أو زلوي كلم لي أو ذكري أسب لبرو دار أسبك زود باتينو بهز ونكو ببصيني فتغشته سحابة لناكاو ديتم هورك سبي هورك بيدابو لسر أو أسبا فجعلت تدنو وتدنو بردوام أو هورا لسر مالكي إيما ولو أو نزيق دبواب وجعل فرسه ينفر حتى وايلي هاد أسبكي يعني ينفر واتا وشو بري مشوشتي لبيدابو دهاتو دتسو وكو بري ترستي لبيدابو فلما أصبح كاتب يعني داهات أتى النبي أو الصحابة وخزبت بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له أو رداوي لجرا فقال بيغمبري خواه فرموي بهوي خيدنوي أو صورتك أتخيد التوا تلك السكينة تنزلت بالقرآن أو سكينتك أخواي قول سبحانه وتعالى باسك لكات خيرني هر صورتك قرآن أو سكينتك أخواي قول دادا بزي ديار أو سورة كهف خينديا هو كل بيشت الباس فاكر يقرأ سورة الكهف وعن أبي الدرداء يكشت له فرموداني لدرباري سورة كهفاتوا أبو الدرداء دجرته دفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف هركسك دا آية سرتاي سورة الكهف لبربك غصم من الدجال لدجال باريز راودبي أو كسا أو إمام مسلم جراوية يوم فضل سورة الإخلاص قوري سورة قل هو الله أحد سورة إخلاص عن أبي الدرداء أبو الدرداء دجرته عن النبي لبيغمبر إخوة قال بيغمبر إخوة فرموي أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن آية إيوا ناطوانا يجي لإيوا يجلس بشي قرآن بخويني يعني قرآن 3 جزء
كأنه دز يبخيني لو شوي. قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ أي بيغمبر إخوات سون يجلس السيبش قرآن دخوين دري. قال بيغمبر إخوات فرموي قل هو الله أحد، خوين دني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، بأندازي أوي وايا لأدرو باداشتكي لخيركي وكو أوي يجلس السي قرآن خوين بي. أو إمام بخاري ومسلم جراويت يعني. فضل المعوذتين طبعا فرمودي قلق زول سقول والله أحد أتيا بحد حسابه بس ليلة تنها أو باسي أو سورة تبعك أو حديث من هنا توا درباري بينزم درباري باسكردني هدو سورة باريس غاركا كبريتيا لا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. عن عقبة بن عامر قال عقبة كر عامر دفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط آينا بيني أو شوي كوا أو شوا تن آيتك لبو من داب زيوا بحرجيس بخيش شويك آيتي هاو شوي أو دو سورة لبو من داب نبزيوا قورتريني آيتكاني قرآن بيغمبري خوا فرمي أو دو سورتش قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هل وكو خاتو عائشة دفرمي أو حديثش إمامي مسلم جراويتي وكو خاتو عائشة دفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا كان إذا أوى إلى فراشي بيغمبري خوا كاتي دتوسر شويني زيغاي نستني خوي كل ليلة هم الشويك جمع كفيه هردو دست خوي آوا كودا كردوا ثم نفث فيهما فوشي تيدا دكت فقرأ فيما انزا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس دخين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدي أو أن دي دستي بقيش بايا خوي بي دستي خوي بقلبي خوي دادينا يبدأ بهما على رأسي لسر دست سري رادته حتى دسو أو أن دي دستي بقيش بايا ووجهه وما أقبل من جسدي أوي وبيش لاي بيشي يفعل ذلك 3 مرات سيزاران بيغمري خوا وايد كرت أو حديث إمام البخاري جراويته أو دار دين بشي دوام لا سو آية قوركان أو آية يعني فضي تايبت يعني هي يك قورترين آية قرآن آية الكرسي وكو أبي كوري كعب دجيرتو دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بمني فرموه يا أبا المنذر أي باوشي منذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ دزاني قورترين آية لقرآن بيروس كأتو لبرتا قورتريني هم آية كان قال قلت الله ورسوله أعلم قلت أي بيغمبري خوا وبيغمبري خوا دزاني قال بيغمبري خوا فرمي يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ دباري كردوا فرمي دزاني قورترين آية قرآن بيروس كاما قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتم الله أو آية الكرسية قال انزد فرمي أو بي فضرب في صدري بيغمر دستي لسنقم دا وقال فرموي والله سوين بذاتي خوا لا يهنيك العلم بيروز بي أو علما دس خوش اللي دكم لو علمي كوا هيتت أبا المنذر أي باوشي منذر أو فرموديش إمام مسلم جراويتي فضلي هدو آيتي هدو آياتكاني كوتاي سورة بقرة عن أبي مسعود الأنصاري أبي مسعود الأنصاري رضا ورحمة إخوائي يسر بدجرتوا قال النبي دل بيغمبري إخوة صلى الله عليه وسلم دي فرموي الآيتان من آخر سورة البقرة دو آيتي لكوتاي سورة بقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه هركسك لشودا بيخويني بصيتي أو دو آيتا طبعا زانايان لدرباري كفتاه واتا أو دو آية بص لبو أو كسق سيزور كراوة لو أنا عندك دفرمون يعني أجر كسك شو نيجي لدستو قربوي أو شو نيجي كديكا بصيتي يعني أجر هيت ذكر شكرنك أو كسا تنا أو دو آية إخوين كافية بصة يعني خواي يورا دي باريزتن لها مدردو بلاي سيم أثر الوضع في الحديث في فضائل القرآن يعني كاريجري هالبستني فرمودي درو ناراس بدمي بيغمبر بتاي بدلا فضائل القرآن يعني
لفظي أو صورتي أو طبعا برين خلقك زور لسدماني زور فرمودينا راستيان بدوي پیغمبری خواد دا هل دا بس دانگو ایما درو لسا پیغمبر ناکین بلکو درو بو پیغمبر دکید حتی قرآن خوشویز بکید حتی دین خوشویز بکید که او پاساوچی زور ناراستو نا دروستا لۆیە لە دەربارەی گەورەی سوورەتەکان لە دەربارەی گەورەی خێری خوێندنەوە لە دەربارەی خۆ فێرکردن و خەڵک فێرکردن زۆر شتیان گوتێ لە دەربارەی فەضلی ئەو سوورەتە و ئەو ئاەتە شتی زۆر گوترا لۆیە دەفەرمێ فقد أقدم بعض الرواة والمؤلفين على وضع أحاديث زور فرمودي دروين هل دبست ونسبتها إلى النبي دان دا بال بيغمر في فضائل القرآن أوج إما بحسن نية بنيتي باتشي خويا ترغيبا للناس في القرآن دان أما خلشي هان دين لبو قرآن أو بسوء قصدي يعني بمبستي خراب كيدا بالقرآن وأهله هتاكو بيلان بجير لدجي قرآن خلشي قرآن يعني بوي وفي هردو حالة فإن فعل ذلك يرتكب إثما عظيما هردوشي رد كراوية دروزنية دبي إنسان أقدار بكاكا يعني أجر قوتمان لماذا أقدم بعض الرواة والمؤلفين على وضع الأحاديث ونسبتها إلى النبي إما بحسن نية ترغيبا للناس في القرآن أو بسوء قصد كيدا بالقرآن والأهل وفي كلتا الحالتين فإن فاعل ذلك يرتكب إثما عظيما أو ميما أقدر وقد اجتهد علماء الحديث في بيان ما وضعه الوضاعون في فضائل القرآن زانا عيني علماء برين فرمودا ناس زور حولوا كوشش يعني كديا كأو فرمودا ناراستانا دروينانا عالبستراوانا ليك دي أبكنا ولويا لتندين كتاب لتندين برين كتابي تايبت سربخو تايبت بموضوعات دان وكو كتابي الموضوعات كابن القيم الجوزي واللؤالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوعة أو كتابانة كتابك كابن القيم الجوزي رحمة خوالي سربي داينا ولا درباري أوي كوا فرمودنا راسكاني دياري كديا لو كتاباني كدان دراون لدرباري فرمودي ضعيف الحديث الذي وضعه نوح بن أبي مريم أبو عصبة المروزي أو يقلو كتابانيا عن ابن عباس في فضائل سورة زوج تجي رايتوا ذات يبال ابن عباس وقيل لأبي عصمة بأبي عصميان قلت من أين لك عن عكرمة تتسود قيشتي عكرمي أو عن ابن عباس في فضائل سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا ك كتابية كان عكرمي أو اشتيان لك النبوة تتسون وتبياكد فقال هذا ليه إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن خلق بيني بشتيان لقرآن كرت واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق رؤيا كده فقه إمام أبو حنيفة كتابي مغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة لبيناوي خوا أو حديثان أمدانا طبعا أو شي قوتمان أو مردودة ورناجيري لويا بلام دبي آقدار بين لهندق لتفسيره كان كاتك دخيني نوا وكل تفسير ثعلبي إمام ثعلبي واحدي بيضاوي زمخشري أو أنا لا كتاي هم الصورة كان فضي صورة كان يعني لسرتاي صورة كان طبعا دبي آقدار بي زور بي زوري أو حديثان موضوعة يعني ضعيفة دبي آقدار بي أهم المصنفات في فضائل القرآن طبعا مصنفات زوز ولا كتاب أبي عبيدي كوري عبيدي قاسمي بكوري السلام لو أنا هي كتاب بناوي كتابك بناوي الفهرست بلام أو كتاب الفيلم بزربوا وزور كتابي كشيء أشهر المصنفات في فضائل القرآن المطبوعة كإستا لبدست أواننا فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن السلام الهروي فضائل القرآن لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن أيوب الضريس الرازي فضائل القرآن لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي فضائل القرآن لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي فضائل القرآن لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري فضائل القرآن وتلاوته لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد
من الآثار في ثواب قارئ القرآن لمحمد بن عبد الواحد الغافقي. فضائل القرآن لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشق يعني ابن كثير. ومن المؤلفات التي تشبه كتب فضائل القرآن هندك كتبه لفضائل القرآن بلام وجهي يقلو كتبانا أخلاق حملة القرآن أبي بكر محمد بن حسين الآجري، التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. لو طبعا باسي قوري بابت يعني أو بابتين لخوقتو باسكر بلام تايبدنيا بفضائل القرآن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.